هذا الوصفة تاع المسمن حطيها في عينيك، ما راكمش رايحين تستغناو عليها، والنتيجة راهي قدامكم. جربوها وادعوا لي دعوة الخير. بسم الله على بركة الله. روحوا نشوفوا مقادير الوصفة. في إناء حطيت كيلة تاع سميد رقيق، زدت عليه 2 كيلات تاع ماء وشوية تاع ملح. هنا نبدا نخلط بلو بغا ميكسور لمدة دقيقة أو دقيقتين. نلم العجينة تاعي ب2 كيلات ونص تاع فرينة. الكيلة تاع الفرينة هنايا تو ديبون النوعية تاع الفرينة اللي عندكم، قادرة تروح 3 قادرة 2 كيلات، وزدت عليها ربع ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، يعني شوية ما تكثروش بزاف. لموا العجينة لازم تكون متماسكة، ما تكونش يعني طالقة روحها. هنا خلوها تريح، خلوها تكوطي. نوجدوا الخلطه اللي نزيدوها للمسمن. درت 3 ملاعق كبار تاع سميد رقيق وزدت عليه شويه فرينه وشويه ايضا تاع خميره كيميائيه، يعني ملعقه صغيره. بعد ما ارتاحت العجينه واصبحت يعني مطاطيه، نشكلوا الكريات تاعنا بالحجم متوسط، ندهنهم بالزيت ونغطي عليهم ونخليهم يريحوا. بعد ما ريحوا نبدا نحل. هنا نبسط العجينه تاعي بهذه الطريقه. حلوا دائما، ركزوا على الاحراف. نزيد عليهم في الوسط هذيك الخلطه تاع السميد، نطبق بهذا الشكل باش تتحصلوا على هذيك النتيجه. هنا نشكلهم كامل كيما هكا، نحطهم في سنيوه ونخليهم يريحوا. نشعل الطاجين تاعي ونبدا نحل مسمن بهذه الطريقه، يعني اكدوا دائما على الاحراف. نطيبهم بهذه الطريقه، يعني صفروهم، اعطي لهم طياب ذهبي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم عجبتكم. ما بقاني غير نقول لكم بون ابيتي تو الموند.